مساء شريف على الجميع. بيان المفاجآت في أزمة رسامة الشماسات. ده ينفع كتاب كده، إصدار حديث. على مدار أسبوع منذ أن تفجرت أزمة رسامة 7 شماسات تبع إبراشية الأنبا بولس بكندا، والدنيا قامت ما عادتش، وكأن رسامة ال7 شماسات دول ضيعوا الأرثوذكسية وأطاحوا بالمسيحية وكفروا الديانات الوثنية. كبرنا الموضوع قوي. وصدر اليوم ختاما، وأتمنى أن يكون ختاما، يعني بيان من اللجنة المجمعية الدائمة، وما دايم إلا وجه الله، بالمجمع المقدس، بعد مقابلة الأنبا بولس، وقد اتخذ القرارات التالية: إنه قد اختلط عليه الأمر، وأن ما حدث يعتبر أنه لم يكن، يعني ما كانش موجود في الوجود. واستأذن الأنبا بولس من البابا أن هو يأخذ خلوة روحية في وادي نطرون، ووافق البابا على ذلك. يمكن الموضوع يمتد إلى نهاية صيام الميلاد، لكن اللي هقوله النهاردة شوية، وأنا يعني عارف إن الكل هيهاجمني لأن على نقطة متساوية من الجميع، بمعنى إن مفيش حد غلط. أمال إيه الغلط؟ على حسب البيان وعلى حسب آراء بعض الآباء، الطريقة هي الغلط. وهفهمكم. رسامة الشماسات في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كرسامة شموسية زي رسامة الولاد مرفوضة، لأن يعتبر الشموسية درجة من درجات الكهنوت الأولى، برغم أن درجة كهنوت الأولى من وجهة نظر التاريخ الكنسي، وأنا واحد دارس تاريخ كنسي، تبدأ من الدياكونية. الدياكونية أو الدياكون، ثم الأرشدياكون، ثم القس، ثم القمص، ثم يتليها بقى الخوريبسكوبس، ثم الأسقف، ثم المطران، ثم البطرك، والبطرك غير البابا. وتم جمع الاسمين مع بعض مؤخرا، أو في فترة زمنية يعني معينة. كان قبل كده صفة البطرك تختلف عن صفة البابا. يعني ما أنا بقولك هنتهاجم النهارده كتير، بس ده التاريخ هو اللي بيقول. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العريقة التي أنتمي إليها وجميعنا نتشرف بانتمائنا ليها، ليها أسس وقواعد معينة لا يمكن الحياد عنها، وهي يمكن حتى بيسموها الطريق المستقيم. يعني من ساعة ما بدأ لحد ما يعني يأتي المسيح على السحاب، هي ماشية في اتجاه واحد، ما بتغيروش ولا بتتلون مع العصور ولا الأزمنة، ودي حاجة تحترم جدا. فمن البدء لم يكن هناك شموسية للبنات. كان أول شماس استفانوس. هتقول لي طب وفيبي؟ فيبي كانت مكرسة شموسية، وكانت مسماة بالشماسة فيبي لقيامها بأعمال خدمية وليس كهنوتية أو داخل الهيكل. طب يقول لك طب ما العذراء كانت بتخدم جوه الهيكل. نعم، بس ده كان في عهد الشريعة القديمة وليس في الشريعة الحديثة. وكانت خدمت لحد 12 سنة، ثم خطبت من يوسف ففصلت عن خدمة الهيكل. عشان ما نتطرقش في المواضيع، الموضوع ببساطة إن الأنبا بولس قام برسامة مؤخرا ل7 بنات من بناتنا الطاهرات العفيفات النقيات المحترمات، من أسر جميلات. ولكن الخطأ الذي اعترف به الأنبا بولس أن جاءت هذه الرسامة أثناء القداس وليس في صلاة باكر. وما الفرق يا سيدنا؟ قال إن صلاة باكر الرسامات اللي فيها مش بتبقى رسامة، لكن بتبقى صلاة على اللبس المخصص ليهم زي لبس الكورالات، وما هواش طقس كنسي. لكن الرسامة للشمامسة أو الدرجات بقى الكهنوت بعد كده لا، بيبقى طقس كنسي وليه يعني قراءات معينة. فهو ده الخطأ اللي هو بيقول إن هو وقع فيه. أنا شايف إن هو وقع في أكتر من خطأ، برغم إن أنا متعاطف معاه بعض الشيء. أخطاء يعني في ال45 دقيقة من الفيديو اللي قاله، الطريقة بتاعته لا تتناسب مع رهبنة ومع أسقفية ومع شخصية مثل أعلى الكثيرين، لأنه يعني اون بوي
ويعني طريقة العرض والسرد، ومفيش أسد في الصعيد غير الأنبا فلان والتاني وأتباعه. كان في تهكم، وللأسف كان من معه موافق على ذلك. ده كان خطأ كبير، احنا نتمنى أن يتم تدارجه. على الجانب الآخر، بدون ذكر أسماء، هناك جبهات تترصد وتكبر وتفخم وتكفر كمان إذا استدعى الأمر، علشان تبان إن هم مدافعين زي ما بيقولوا كده ملكيين أكثر من الملك، وده بينفر كتير من الناس منهم. يعني ممكن أكون متفق معاك في رأي، لكن لست متفق معاك في طريقة عرضك للرأي أو طريقة سردك للرأي. لأن الطريقة الجافة المتزمتة العنيفة الشديدة المهاجمة بصفة مستمرة تنفر الكثيرين. اللطف، اللطف، وامحو الذنب بالتعليم، وليس بالقسوة، وليس بالتكفير، وليس بالعقاب، وليس بالجلد. بهدوء نعالج الأمور. الأنبا بولس قال إن هو أخطأ واعتذر عن خطأه، فيتم تدارك الأمور. جه في فيديو 45 دقيقة تجاوز فيه بعض الشيء، ده ليه يعني اتجاه كنسي تحت رئاسة البابا تودروس أو المجمع المقدس عموما، وتم اوريدي التعامل معاه بهذه الطريقة. لكن العنف والقسوة والجلد يعني نهدى. طيب، عشان نحسم الموضوع، البيان أكد أن الكنيسة الكاثوليكية ليست على موافقة في رسامة الشماسات. أنا وجهة نظري إن البنات اللي هم مثلا الصغيرات، لو قارناهم بالشباب اللي هم فترة سن المراهقة عموما على الولاد والبنات، البنات أنقى، البنات أطهر فكريا، البنات أعمق روحيا، البنات أكثر إلحاحا أو احتياجا للخدمة من قلبهم. يعني حتى لما نشوف تنظيف كنايس أو ترتيب أمور مثلا التناول، بنلاقي البنات بتقوم بالمساعدة والمساندة والسبورت أو الدعم بدون حتى ما يطلب منهم ذلك، كنوع من أنواع الخدمة بيقدموها. وليه نروح بعيد؟ ما نروح مدارس أحد نشوف المسات بيتعاملوا ازاي، والأنكل اللي هو الأستاذ يعني بيتعامل ازاي. بيبقى فيه ربنا مدي في الست عموما رحمة في القلب شوية، فبتبقى من وهي طفلة بتبقى رحيمة، سواء مع الناس اللي بتخدمهم في الكنيسة بتبقى رحيمة، بتبقى وقورة، بتبقى هادية، بتبقى نقية فكريا أكثر من الشباب في سن المراهقة. فليه إحنا نقسو على هذا السن أو هذه الشريحة من العمر، وإن الناس دي أو البنات دي يعني هيبقوا بكرة أمهات، وهم اللي هيربوا الأطفال اللي هيطلع منهم شماسين وكهنة وأساقفة وربما بطاركة. يعني المقصود ما نزرع فيهم من النشء فكرة الشراكة في الكنيسة، يعني اللي هو لا انتوا مش، لا نهدى، مش شماسات، في مصطلحات أخرى، في ألقاب أخرى، في مسميات أخرى ممكن يتسموها. يعني الأنبا مثلا سرابيون عندنا في برشية لوس أنجلوس، سبق عملت مع حوار قبل كده، انا قلت فيه ان دول لا، دول مش شماسات، لكن بيلبسوا لبس مميز معين زي لبس الكورال عشان يقفوا يرنموا او يردوا مع الشعب المردات او ينسقوا تنظيم المردات عند جانب السيدات. هذا الموضوع يصبح اكثر قبولا يعني اثناء القداس، وبيقوموا بالخدمه، بيدوا مثلا اللفافه او الطرحه، بيدوا الميه، بيساعدوا في ترتيب السيدات، لان بيبقى جانب السيدات دايما في الكنائس يعني بس مصلين اكتر من جانب الرجالي، فبيقوموا بالخدمه. بيميزهم بلبس زي لبس كورال او لبس مميز، لكن هم ليسوا شماسات. ما نستغل التجربه اللي عملها الانبا سرابيون ديت، وهي موجوده اوريدي في كنائس تانية، الانبا سرافيم عملها،
ويمكن هي نشأت في أمريكا لكن انتشرت في كندا ويمكن دول في المهجر كتير مش معتاد عليها في مصر، لكن موجودة موجودة. الخلاصة بس عشان ما نتوهش من بعض، يا سيدي ما تسموهمش شماسات، حديهم أي مسمى، المهم ما تحجرش عليهم وما تمنعهمش من الخدمة. اتصلى على اللبس بتاعهم بأبانا الذي، مش طقوس وصلوات خاصة، ما هيش بيج ديل. أثناء بقى صلاة عشية، صلاة باكر، بعد صلاة الصلح، يعني برضو أنا من وجهة نظري يعني مش معضله كبيره. ماشي خلاص، هما مش رسامه كنسيه، يبقى ما بقاش بعد صلاه الصبح زي ما بيحصل مع الولاد او مع الكهنه او مع الاساقفه او وريفر، يبقى اثناء صلاه باكر بصلاه ابانا الذي ونبوس ايد ابونا والصليب. ماشي ماشي، انتوا يعني احنا مختلفين في الطريقه مش في الهدف. والازمه الاكبر ان احنا مع رغم من اختلافنا في الطريقه بنختلف بمنتهى القسوه، بنختلف بمنتهى الحده، بنختلف بمنتهى الجبروت. وناس تكتب على صفحاتها المشكله هم عندي من حزب او من حمله فلان الفلاني او اللي هو تعليق مشان لما بولس. ليه؟ ليه؟ ما اسقف واختيار كنسي واب وراعي، ليه؟ امحوا الذنب بتاع ما هو مش ذنب، هو ترتيب طقسي. عارفين مثلا، يعني مثلا لما انا حطيت رقم 2 قبل رقم 1، انا كده كده هعمل 2 وهعمل 1 وانا مؤمن ب2 وعامل 1، بس عملته في توقيت مش صح، وما كانش رسامه، كان صلاه تبريك على اللبس المخصص ليهم ويقوموا بخدمتهم. طيب عملت ده وما عملتش ده، الهدف ايه؟ الهدف ان يقوموا بالخدمه داخل الكنيسه. خدمتهم مثمره، مثمره على جانبين، على مستواهم الشخصي بيكون جواهم غيره او غيره بيتك اكلتني، غيره عن ناحيه الخدمه، غيره ناحيه الكنيسه والترتيبات التعليميه اللي فيها. وده اللي هينعكس بعد كده لما يكبروا وان شاء الله ويتجوزوا، او اللي هتصير منهم راهبات ربنا يختار لهم الصالح، هينعكس على الاجيال الجايه. الام هي اللي بتربي يا جماعه، الام هي اللي بتربي. وعلى الجانب الاخر الشعب بقى المستفيد من الخدمه، حتى لو اعتبرنا ان الجانب من الشعب اللي هم السيدات، ودي نسبه اعلى فئه من الرجال في الكنيسه اثناء الصلوات، يعني فما دام مستفيدين من خدمه ومن تنظيم ومن ترتيب ومن المساعده ومن الناس الكبيره بنشيلهم which is nice، حاجة كويسة نشكر ربنا عليها. مش نمسك سكاكين، مش نذبح في بعض، مش ننشر صور ان مفيش حامل ايمان غير فلان الفلاني، هو اسقف وجليل ومبارك وربنا يديله الصحة، لكن ليس هو احدا واحدا اللي هو لو ربنا يعني اختاره خلاص راح الايمان، اللي هو احنا صلبطيط بقينا في الهوى الطلق. يعني ايه ده؟ ايه ده؟ لا تكونوا ملكيين أكثر من الملك. والسلام ختام.